مساء الفل. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى دانت ممكن تاكلوه. تحلية كده على السريع ومغذية جدا ولذيذة جدا، ده غير انها اهم شيء بدون اي مواد حافظة، وطبعا كمية اوفر وتكلفة اقل. ده اللي احنا عارفينه دايما. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم جدا. لو اول مرة تشوفوني انا هدى فؤاد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت. ويلا بسم الله مع بعض نشوف الطريقة ازاي. يلا بينا. طبعا اساس وصفتنا النهاردة اللبن، ده كيلو الا ربع لبن. ياريت نلتزم بالمقادير يا جماعة. وده ربع كوباية نشا وتلت كوباية لبن بودر او 86 ملي. لبن البودر بيديله طعم تحفة. ودي ربع كوباية سكر، طبعا السكر حسب يعني الرغبة. ودي ربع كوباية كاكاو. احنا ممكن بعد ما نقلب كل ده في بعضه ممكن تدوقي السكر بتاعه، ولو احتاج سكر تزودي مفيش اي مشكلة في اي وقت. المهم ان انتي تزودي السكر قبل ما تحطيه في الكاسات بتاعتك. خلاص هنقلب كل ده كويس جدا جدا، مش عايزين اي كاكاو يكون باين معانا، كله على البارد. هنضيف بقى عليهم 6 مكعبات شوكولات خام. شوكولاتة الخام بتديله لون تحفة جدا، بدل ما يبقى لونه فاتح كده زي لون الكاكاو. لا، الشوكولاتة الخام هتدي مذاق حلو جدا، وهتدي كمان لون حلو جدا. شايفين انا قلبت كله لحد ما النشا والكاكاو دابوا خالص في اللبن، خالص لازم يدوبوا خالص. خلاص، اهم شيء يا جماعة نلتزم بالمقادير، نلتزم بالمقادير اللي انا قلتها. الربع كوباية سكر والنشا بمقدار 60 ملي. خلاص تمام. هنقلب بقى كل ده مع بعض كده على نار هادية جدا. خدي بالك علشان فجأة هتلاقي الخليط بتاعك تماسك شوية. انا مش عايزة الخليط بتاعي يتماسك يبقى مهلبية، لا، في قوام كده مظبوط للدانت، بيبقى ما بين الزبادي وما بين المهلبية، ليه قوام كده مميز، فاحنا عايزين القوام ده. خلاص، فعشان كده بقول لكم نلتزم بالمقادير. هنقلب بقى كويس جدا جدا على البارد. المهم ان انتي ما تشيليش ايدك من التقليب. واللي هيديله بقى طعم تحفة وقوام احلى هي كريمة الخفق. دي اساسي في الوصفة دي. طبعا احنا عاملينها مع بعض في القناة، فمحدش هيقولي مكلفة ولا اي حاجة، احنا هنعملها مع بعض بطريقة موفرة جدا. خلاص هنقلب بقى كله مع بعضه، وهنستمر برضو في التقليب لحد ما هنلاقي القوام بتاعنا تقل. اهو كده بدأ اهو يتظبط شوية معايا. شايفين لونه تحفة ازاي من الشوكولات الخام. وقوامه هيبقى خطير جدا بسبب الكريمة، وبسبب كمان اللبن البودر اللي احنا حاطينه. اللبن البودر كأنك حاطة قشطة فيه. خلاص تمام. هوريكم بقى القوام اللي انا عايزة اوصله، علشان احنا ظابطين المقادير وحاطين ربع كوباية نشا بس على الكيلو اللي ربع لبن. القوام بتاعه طالع رهيب. ودي رشة صغيرة جدا فانيليا بسيطة جدا علشان بس زفارة اللبن. خلاص الفانيليا نخليها اخر حاجة، يعني لما قوامه يتظبط كده معايا اروح حاطة رشة الفانيليا قبل ما اشيله من على النار. خدي بالك ان انتي لما توصلي للقوام اللي احنا عايزينه نشيله بسرعة من على النار، لان كل ما هتسيبيه على النار هتلاقي قوامه تقل. احنا مش عايزين نوصله ان هو يبقى مهلبية. تمام، احنا عايزين قوام الدانت.
بصوا كده قوامه ما شاء الله اهو، بدأ يربط معايا ويبقى تحفة. لان خدي بالك كمان ان هو لما بيقعد في التلاجة بيتماسك شوية، فعايزين قوامه يبقى حلو. خلاص كده بصوا شايفين لما انا بلف فيه المضرب بيبقى جميل ازاي. بصوا هو بيتصب قوامه باين اهو، ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه تقيل ولا عايزاه طبعا خفيف ميه. شايفينه هو بيتصب بيعمل ازاي، ده القوام المظبوط جدا للدانت. خلاص كده هنصب في البولات بتاعتنا وهنسيبه يبرد تماما على الرخامة، وبعدين ندخله التلاجة مجرد ساعة في التلاجة او ساعتين، وهتلاقيه اتظبط جدا معاكي وبقى خطير. المهم يا جماعة ان احنا لما نسيبه يبرد نغطيه بأي حاجة. لو انت البولات بتاعتك ليها غطا غطيه بيها، انا هنا عشان البولات بتاعتي ملهاش غطا هغطيه بورق استرتش واسيبه لحد ما يبرد خالص وادخله التلاجة. خلاص خطوة ان انت تغطيه دي برضو مهمة، علشان اللبن واللبن الباودر والكريمة اللباني هتديله زي طبقة كده على الوش زي قشرة، فاحنا مش عايزين الطبقة دي. خلاص كده دخل التلاجة وطلع اهو، شايفين متماسك ازاي وخطير جدا ومش تقيل التقل اللي هو بتاع المهلبية اللي مش لطيف، لا قوامه قوام الدانت بالظبط. وخلاص كده بقت جاهزة معانا. هتزوقي بقى الوش بأي حاجة، ممكن تحطي شوكوبون زي ما انا ما هحط كده، ممكن تحطي الشوكولاتة الملونة، ممكن تحطي شوكولات شيبس زي كده، ممكن تبشري شوكولاتة عادية جدا وتحطيها على الوش، ممكن من غير اي حاجة. هو خطير من غير اي حاجة، يعني مش محتاج اي حاجة تجمله، هو بجد يستاهل التجربة بجد. ان شاء الله هيعجبكم جدا ونورتوني. يا ريت بقى اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، وباي باي.